السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنت نزلت فيديو من كام شهر كده كتير يعني على شرح اختبار دكتور عبد الرقيب البحيري واختبار كونرز لفرط الحركة. الطلبات بقى والمسجات والمكالمات اللي كانت بتجيلي على التقرير النفسي بتاع اختبار كونرز. مش عارفين يطلعوا التقرير وعشان البنود بتاعته اللي هي خاصة بالليترز A و B و C مش فاهمينها اصلا. ف قررت كالآتي: هشرح لكم التقرير وبنوده، وهبعت لكم التقرير على جروب التليجرام. هبعته لكم وورد عشان تقدروا تعدلوا فيه، يعني تشيلوا مثلا حاطه التقرير ده بتاعي انا، فانا حاطه اسم المركز بتاعي واسمي والحاجه بتاعتي كلها يعني. فانتوا ممكن تشيلوا الحاجات دي، انا بعتها لكم كداتا. انتوا شيلوا اللي انتم مش محتاجينه وخلي الباقي زي ما انتوا، يعني زي موجود في التقرير كده. تمام، يلا نبدا. بصوا يا جماعه، دلوقتي ده اختبار كونرز. اوكي، انا ماسكه التليفون بايديا لان انا مصغره الشاشه وعماله اتنقل من PDF للوورد، فمعلش بقى لو كانت الايه يعني الصوره مش قد كده، عذرا يعني. ده اختبار الكونرز اللي احنا بنعمله مع ولي الامر. تمام، هما زي ما انتوا عارفين هما هو 80 سؤال. 80 سؤال بنسأله لولية الأمر، ولو في حاجة على فكرة بس نوتس كده صغيرة، أنا كنت مش فاكرة إذا كنت وضحتها في الفيديو بتاع الشرح ولا لأ، إن الأسئلة متكررة بس بصيغة مختلفة عشان يتأكد كلام الأم بالمصداقية. ده عشان مصداقية الاختبار. تمام، فهم 80 سؤال. بتجاوب عليهم يا اما بغير صحيح او صحيح الى حد ما. صحيح اهي، بصوا يعني ماشي خط صغير جدا، غير صحيح او صحيح يعني بدرجة بسيطة احيانا يعني، وصحيح الى حد ما، وصحيح بشكل كبير يعني. تمام، طيب دلوقتي لما بنسجل الدرجات دي، طبعا انا كنت وضحت لكم طبعا. انا بس هكبر دي شويه لان انا محتاجه نفسي ان انا اكبرها عشان انا عينيا وجعتني اهي. تمام، بعد ما بنسجلها، بعد ما بنحط الارقام، طبعا دي اخر حاجه بنبص عليها. مش دلوقتي خالص، بنطلع عليها الدرجات. التصنيفات دي بعد ما بنشتغل على الجزء ده ونطلع المجموع من هنا. تمام، من الجداول، من المفاتيح بقى اللي هي المعايير اهي. عندنا فئات، عندنا الذكور من 3 ل5، عندنا الذكور من 6 ل8 الأطفال يعني، ودي الأطفال الذكور من 9 ل11، والأطفال الذكور من 12 ل14، وعندنا أطفال الذكور لغاية من 15 ل17. دي أكبر فئة، يعني الاختبار ده من سن 3 سنين ل17 سنة. البنات برضو من 3 ل5، وبعد كده من 6 ل8، وبعد كده من 9 ل11، وبعد كده من 12 ل14، وبعد كده من 15 ل17، وبعد كده اخر حاجة خلاص الصفحة فاضية. حلو كده. طيب شايفين هي نفس البنود، شايفين الارقام اللي فوق دي؟ المفروض ان احنا بنطلع ارقام وكل ده واضح في الفيديو. هحط لكم برضو اللينك بتاعه للي تايه مني الفيديو يعرف يجيبه. تمام، طيب احنا دلوقتي يا شباب طلعنا الارقام دي هنا، كتبناها هنا اهو زي ما وضحت قبل كده بالفيديو. طيب المفروض ان احنا نعمل بيها ايه؟ يعني مثلا يعني طلع هنا، احنا عندنا الاول بس عشان انتوا تبقوا عارفين، بس يعني تركية كده صغننه. بصوا دي، شايفين الجدول ده يا ولاد؟ ايه اهي بتتكلم على العناد. بي بتتكلم على مشكلات معرفيه اجتماعيه. سي، بص كاتبالكوا الرموز اهي جنبها. سي فرط الحركه. دي القلق والخجل. اي الاتقان. اف المشكلات الاجتماعيه. جي المشكلات النفس جسميه. اتش المؤشرات نقص الانتباه وفرط الحركه. اي الاستثاره والاندفاعيه. جي العاطفيه. كي المؤشر العام.
الاساسيات بقى عندنا اللي بيقام عليها بتاع الخاص بالدي اس ام 5. تمام. عندنا ناقص الانتباه ال، ام عندنا النشاط الزائد، وان اللي هو النشاط المختلط. هشرحه لكم فوق، بس خلينا بس كده نعرف ان الرموز دي A to N هما دول الشرح بتاعها، عشان دي بقى هي دي التركية اللي والله العظيم جالي عليها كمية تليفونات ومسجات يعني قد كده. هي دي الرموز دي ترجمتها، ان كل رمز من ان انتوا طلعتوه من هنا بدرجة، هو ده اللي بيتعمل عليه التقرير. طيب احنا دلوقتي طلعنا هنا درجة خام. الدرجة الخام دي لما احنا بنجمع كل ده، بنعمل ايه؟ الدرجة الخام هنا حلو، بنطلع عليها الدرجة المعيارية اللي هي من هنا، من الجداول الحلوة دي، لان دي الدرجات المعيارية. تمام. فكده احنا عندنا درجتين، الدرجة الخام اللي هنا من المجموع ده هتتكتب هنا في الدرجة الخام دي هنا. تمام. والدرجة اللي احنا طلعناها من الجدول ده ايا كان بقى الجدول هيكون ايه بالظبط، هيتكتب هنا حلو في الجنب ده بتاع الدرجة المعيارية. تمام لغاية كده؟ ده كده سهل جدا. التصنيف بقى، يعني مثلا يا حلوين كده، انا مش عارفة اتذكر ارقام دلوقتي، بس خلينا نقول مثلا يعني ان ولد معانا مثلا جاب سي 37 اهو. ايه 37 دي؟ من 35 ل 39، في 37 في النص. 37 دي الدرجة الايه؟ المعيارية. تمام. طيب ادي 37 هنا، يبقى هو خد تصنيف ايه؟ اقل من المتوسط، يبقى هيكتب التصنيف هنا اقل من المتوسط. بس كده، مش عايزه اي حاجه تانية. هو ده البنود كلها. عندنا كام بند دي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، يبقى 14 بند، 13 او 14 بند تقريبا. ال 13 او 14 بند هيمشوا بنفس الطريقه. تاني هنجيب المجموع، احنا بنكتب الدرجات اللي احنا طلعناها هنا، وبتاخد درجات هنا، ده شرحناه في الفيديو الاول. وبعد كده بنجمع العواميد دي كلها، كل عمود بالرقم بتاعه هنا، عند الاي، عند البي، عند السي، عند الدي، لغايه لما نوصل للان. حلو. طيب دي اسمها ايه؟ اسمها درجات خام. درجات خام. طيب عايزين نجيب الدرجه المعياريه، هناخد كل درجه من هنا، هنشوف اذا كان ولد ولا بنت، هنشوف الفئه العمريه بتاعته ايه، ناخد بالنا من النقطتين المهمين دول. وبعد كده هنبص في العمود بتاعه هنا، ونشوف مثلا عندنا مثلا الولد عنده مثلا 3 سنين اهو. تعالى اديكم مثال ليها، مثلا اهو 3 سنين، ادي 3 سنين. الولد عنده مثلا 4 سنين. عندنا في الايه جاب مثلا 20، ادي 20 اهي، شايفين اهي 20. دي الدرجة الخام. الدرجة المعيارية كام؟ 77. يا لهوي، دي كبيرة جدا بالنسبة للطفل. نطلع بقى فوق نشوف 77 دي واصلة لكام. بصوا يا جماعة، 77 اعلى من 70، فوق المتوسط، درجة كبيرة جدا، لان الطفل ده شديد العناد. طيب مثلا في البي، يبقى كده خدنا درجة خام، درجة معيارية، جبنا التصنيف نكتبه فين؟ نكتبه هنا على طول، هنا درجة خام 20، درجة معيارية اللي احنا طلعناها 77، التصنيف فوق المتوسط بدرجة كبيرة جدا، هنكتبها كده فوق المتوسط بدرجة كبيرة جدا، ان هو عايز التصنيف ودرجة الشدة بتاعته. طيب ماشي، عندنا بي مشكلات معرفية اجتماعية، مثلا نختار اي رقم مثلا في البي، مثلا وليكن مثلا 10 مثلا، ادي 10 في البي، واخد درجة كام؟ 60. ولد عامل مصايب 60. تعال نشوف 60 درجة كام. ادي كده دي الدرجة الخام، ودي الدرجة المعيارية. درجة خام 10، درجة معيارية 60. نطلع فوق زي الحلوين كده، فوق فوق فوق. فين 60؟ ادي من 56 ل60، فوق المتوسط بدرجة طفيفة. هنكتبها زي ما هي كده،
هنا 10، هنا 10، هنا 60، هنا اقل فوق المتوسط بدرجه خفيف طفيفه. بس كده يا جماعه، دي تسجيل الدرجات لل 13 بند او 14 بند. في حاجه مفيش حاجه. الخصائص دي خاصه بالاسئله اللي مكتوبه، بس احنا متلخصه، يعني متلخصه كده في بنود بسيطه تشرح البند ده بس مش اكتر. حلو. طيب عشان ده اللي على اساسه التوصيات بتاعتنا هتطلع، التوصيات اللي تحت دي. في بقى عندنا حاجه مهمه جدا، نيجي بقى نطلع فوق كده شويه، نكتب بقى تقرير محترم كده، تقرير محترم. نشيل بس الاختبار ده كده على جنب ونكتب تقرير محترم. ازاي بقى التقرير المحترم؟ بصوا يا حلوين، زي ما قلت لكم التقرير ده اصلا هبعته لكم وورد وانتوا اعملوا فيه اللي انتوا عايزينه. دي الصيغه انتوا اكتبوها على الشغل بتاعكم زي ما انتوا عايزين. طبعا هو تقرير نفسي، psychological report. بنكتب اسم الطفل، وبنكتب عنده كام سنة وكام شهر، بنكتب هنا كام سنة ونكتب هنا كام شهر ونكتب هنا كام يوم، وبنكتب تاريخ التطبيق، وبنكتب هنا الأخصائي النفسي أو أخصائي التخاطب، لأن اللي بيعملوا ساعات ممكن يكونوا أخصائيين تخاطب عادي، مفيش مشكلة. تمام. طيب نيجي بقى للأساس بقى، ادي كده دي البيانات. طبعا ايا كان لو كان الاختبار مكتوب هنا كونرز الاضطراب ناقص الانتباه فرط الحركه، او الاختبار دكتور عبد الرقيب بالبحيري لفرط الحركه، ايا كان نوع الاختبار لازم نكتبه في الجزء ده. تمام. طيب عندنا بقى نبدا من هنا جهه الاحاله. مين جهه الاحاله؟ عندنا يا اما نكتب حاجه اسمها جهه او مصدر، يعني جهة او مصدر الاحالة. اختاروا اي كلمة من الاتنين، يعني دي او دي، مش الاتنين، عشان بس ما نعكش الدنيا. يا جهة او مصدر الاحالة، لان ممكن يجيلك من دكتور مثلا مخ واعصاب، او دكتور نفسية وعصبية، او الام نفسها، او الام والاب، او المدرسة، ايا كان. المهم احنا بنكتب هنا الجهة او مصدر الاحالة، يا نكتب جهة الاحالة او مصدر الاحالة. ما نكتبش الكلمتين دول جنب بعض، الله يكرمكم، بس خدوا بالكم من المصطلحات. سبب الاحالة، الواد اتحول لك ليه، الطفل اتحول لك ليه، الطفلة دي اتحولت لك ليه. بنكتب اسم الطفلة هنا او الطفل، وبنكتب عمره كذا سنة، تم تحويله من، نكتب هنا تحويله بقى من الام او الاب او المدرسة او الدكتور كذا تخصصه كذا ايا كان، وبناء على ذلك تم تطبيق اختبار كذا كذا للتأكد من اي اعراض سلوكية اخرى وسرعة التدخل لعلاجها. تمام ماشي. احنا شغالين الاختبار، احنا بنتكلم على اللي الام بتقوله واحنا شايفين الطفل. لازم يكون في ملاحظة اخصائي شاطر. يعني ملاحظة اخصائي شاطر، يعني الام بتقول مثلا ان هو ما بيقعدش على بعضه 10 دقايق، لان الواد قاعد قدامنا 10 دقايق وربع ساعة ما بينطقش ولا بيتكلم، دي اسمها ملاحظة. هنا نبدأ بقى ايه، نقول للام ايه، طب بصي لو لقينا ان كذا بند ما بينطبقش على اللي امه بتقوله والطفل قاعد قصادي، طب معلش يا ماما، طب احنا ممكن نأجل الاختبار شوية وخلي الطفل عندنا تحت الملاحظة، يجي لنا كل يوم ساعتين 3 كده نراقب سلوكياته. ده افضل تقييم ممكن تعمله عشان الطفل ده ما يضيعش، عشان ما يكتبش عليه تقرير وهو الطفل اصلا ما عندوش فرط حركه اساسا، يبقى حرام بنظلمه. لان ممكن ام شايفه ان ابنها شقي يطلع عنده فرط حركه، ام شايفه ان ابنها عنده فرط حركه ويطلع ابنها شقي، وممكن ام شايفه ابنها عنده شقي وهو اصلا ما فيهوش اي حاجه، عادي جدا ما فيهوش اي حاجه. تمام. المهم، فالملاحظات السلوكيه، معظم اللي عندهم فرط حركة واندفاعية مش مهندمين، مش بيرتبوا كلامهم، عشوائيين، مش نضاف شوية حتى لو أهلهم نضاف، هو نفسه مش بيحافظ على هدومه ونفسه وشكله، بيعور من كتر الوقعات والخبطات والبهدلة اللي بيتبهدلها والتنطيط، على طول متعور ومتخرشم وجسمه كله خرابيش وتعوير ومش محافظ على نفسه. فبنكتب بقى هنا مثلا لو كان هو مثلا بشوش وبيضحك مثلا، ممكن نكتب مثلا ان هو بشوش، غير مهندم، قليل الكلام، مشتت كده يعني. تمام. طيب
تفسير الدرجات الخام الاختبار دي لازم تتكتب. هو كل الاختبار هيتكتب زي ما هو، بس في حاجات معينه انا هقول لكم تكتبوها وحاجات لا. تفسير درجه الاختبار انا ده كنت عاملاه على الدي اس ام 5، بس انا لما رجعته مع الدي اس ام تي ار 5 تي ار لقيتها هي نفس البنود، فهو ده ما اتغيرش فيه حاجه. هو تقريبا هو اللي انا متاكده ان هو اتغير فيه بتاع اللي هو اضطراب التعلم المحدد اللي هو خاص بصعوبات التعلم، ولا ما بقاش حاجه اسمها صعوبات تعلم وبطيء تعلم، بقى اسمه اضطراب التعلم المحدد. صعوباته بقى في القراءه او الكتابه او الفهم، مش ما علينا. دي نقطه كده ايه يعني ايه مفيده كده جت في النص. فالمهم طبقا للدليل التشخيصي الامريكي الدي اس ام 5 تي ار اتضح ان تلك الاعراض استمرت لمده تزيد عن 6 شهور، وانها تؤثر بالسلبي على حياته الخاصه او حياته الشخصيه وعلاقته بمن حوله. ادي عندنا العرضين. عرض ايه؟ عندنا عرض عدم الانتباه، ودي البنود بتاعته كلها او معظمها. والعرض التاني سوري، ده الاضطراب الاولاني عدم الانتباه، والاضطراب التاني اللي هو فرط الحركه والاندفاعيه، ودي معظم يعني تكاد تكون معظم اعراضه. تمام؟ لغايه كده كل اللي فوق ده مكتوب. شايفين بقى اللي انا عاملاه بالاخضر ده؟ الجزء الاخضر الحلو ده في الاختبار بقى يا اما نكتب ده عنده ADHD. ركزوا اغير لكم اللون استنى عشان انا حاسه ان اغير لكم اللون عشان انا حاسه ان انا نفسي عينيا وجعت. ماشي منور كده عشان الدنيا تبقى لذيذه يعني، عشان يبقى واضحه اكتر في التصوير. يا اما الطفل عنده ADHD وده اللي عنده فيه الثلاث اعراض سوري الثلاث اضطرابات، يعني عنده فرط الحركه وعنده اندفاعيه وعنده طبعا فرط حركه واندفاعيه احنا قلنا اتفقنا ان هو ده واحد، وعنده نقص انتباه او عجز في الانتباه. حلو؟ او عنده نقص انتباه بس تمام اللي هو ADD، او عنده فرط حركه واندفاعيه KHD اهو تحت اهو. حلو؟ تاني هنكتب الجزء ده الباراجراف ده او الباراجراف ده او الباراجراف ده بناء على ايه يا حلوين؟ بناء على الدرجات اللي احنا طلعناها. شايفين الجزء اللي تحت الحلو ده؟ شايفين الجزء ده؟ بص التشخيص هنا بناء اهو ثاني. التشخيص هنا بناء على الدليل التشخيصي والاحصائي الخامس دي اس ام 5 للاضطرابات النفسيه والعقليه ومدى تطابقها ومدى مطابقتها لمؤشرات المقاييس الاخرى. حلو. ايه هما بقى؟ ادي نقص الانتباه، عندنا النشاط الزائد، عندنا مختلط اللي هو النشاط اللي هو الفرط الحركه والاندفاعيه ومعاهم نقص الانتباه. طيب ده نفس اللي عملناه في اللي فوق اللي هما دول. ثواني معلش. نفس اللي عملناه هنا من درجة خام ودرجة معيارية وتصنيف الشدة هيتعمل هنا. وهنشوف يا جماعة برضو هو الانهي بقى اللي طالع، يعني انهي المؤشر التصنيف بتاعه اكتر، يعني نقص الانتباه اكتر من النشاط والنشاط الزايد او مختلط، ولا المختلط اكتر واعلى، ولا النقص الانتباه ما فيهوش حاجه والمختلط ما فيهوش حاجه والنشاط الزايد هو ان هي النشاط الزايد اللي هي فرط الحركه والاندفاعيه هي اللي فيها مشكله. ايا كان نوع التصنيف هنا تمام هنكتبه هنطلعه نكتبه فوق هنا اهو. يعني لو كان مختلط يبقى هناخد الباراجراف الاول ده اللي هو ADHD اللي هو ده الاضطراب الاولاني المختلط. حلو. لو كان نقص الانتباه هو النمط المسيطر يبقى هنكتب ال ADD. تمام. لو كان الفرط الحركه والاندفاعيه هو المسيطر هنكتب ال KHD. بس كده مفيش اي حاجه تانية. حلو كده الاختبار خلص. طيب بناء على ايه بقى انا اطلع التوصيات بتاعتي؟ بناء على المشاكل اللي هنا. شايفين البنود دي؟ يعني طفل مثلا عنده صعوبة في تنظيم مهاراته، مش بيركز، اكثر اندفاعية، يبقى انا هشتغل كل الحاجات بالتايمر.
مثلا قلقان وخايف وعنده حساسيه من ان حد ينتقده وبيتسحب في كورنر كده في جنب مثلا، وبيبتعد عن الاطفال مثلا، او لو لعب معاهم بيلعب بعدوانيه، يبقى ادخله في وسط جماعات لعب جماعيه واخليه يكسب ويخسر واشوف رد فعله ونقعد نعدل من السلوك بتاعه. تمام. مثلا صوته لما بيجي يتكلم بيكون صوته عالي، بيتلوى وهو قاعد على الكرسي، بيصدر اصوات بتدل على دي هنخلص امتى، مش عارفه ايه الكلام اللي انتوا عارفينه ده، مندفع والحاجات دي. المعظم بيكون يعني في الحاجات دي. المراهق بيحتاج للتشجيع والتحفيز في تنمية الأمور الحياتية والتواصل والتفاعل مع الآخرين والاستقلال. استخدام فنيات تحليل طبعا سلوك التطبيق ال ABA طبعا ده هيفرق معاه جدا. بيحتاج لتدريبات الثقة بالنفس. بيفضل إعطاء الطفل جلسات إدارة غضب اللي هي خاصة الدكتورة مريم عبد اللطيف، طبعا ممتازة جدا جدا للأطفال اللي عندهم كمية غضب ما بيعرفوش يوظفوا مشاعرهم كويس، فإدارة الغضب هتفرق معاهم جدا جدا. تمام. توزيع نشاط الطفل في نشاطات مفيدة وهادفة داخل المنزل وفي المدرسة، وجلوس الطفل في الصفوف الأمامية عشان يفضل مركز طول الوقت مع المدرسة. نستخدم لو كان عنده مشكلة في الانتباه، بنستخدم وسائل تعليمية خاصة فيها مثيرات بصرية كتيرة تجذب انتباهه، حاجات فيها صوت ويعني صوت وصورة بشكل ملفت عشان تجذب انتباهه. وبعد كده تنمية المهارات بقى بشكل عام، بيراعي طبعا تركيز الانتباه وذات مدة الارتباه والمرونة في نقل الانتباه اللي هي تأذر الحركة البصري مع وجود مشتت، عشان وجود مشتتات عشان نزود الانتباه اكتر. تمام. وبعد كده يفضل عدم التعامل مع الطفل بعنف، لان يا جماعة اللي انا اكتشفته ان في اولياء امور تتعامل بعنف مع اولادها، فبالتالي بيطلع طفل عنيد ومشتت وعصبي جدا وفي حاله من حالات الغضب الشديد. بعد كده الام تيجي تشتكي وتقول لي هو ابني ما بيسمعش الكلام ليه، ابني عنيد ليه، ابني صوته عالي ليه، ابني ما غضبان على طول، ما بيحبش يخسر، ولو خسر يكسر اللعبه او يقطعها او حضرتك ما هو ده يعني هو زي الاسبونج، هو واخد منك او من باباه، والابن ده مش هيجيب السلوكيات دي من بره. او قعد على التلفزيون على التليفون كتير. تمام. طبعا بيفضل اعاده الاختبار مرة أخرى بعد مرور 6 شهور من الجلسات، زيه زي اختبار الذكاء بالظبط، زي اختبار الذكاء بالظبط، اللي هو ايه، اللي هو احنا كل التقييم بيتعاد كل 6 شهور من الجلسات بس. اتمنى اكون كده فدتكم بشكل واضح، وهبعت لكم زي ما قلت لكم الملف ده وورد على جروب التليجرام علشان تطبعوه، واتمنى ان شاء الله اكون فدتكم. ولو في اي حد عنده اي كومنت او في اي حاجه مش واضحه، يا اما يكتب كومنت على الفيديو او يبعت مسج على التليجرام على الجروب بتاع التليجرام، وباذن الله في اقرب وقت انا هرد عليكم. شكرا جزيلا وبالتوفيق للجميع يا رب ان شاء الله.